نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه صورة له مع طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي. ظهر آل الشيخ في الصورة بالثوب مبتسما ومشبكا يده في يد الخريجي الذي وقف إلى جواره مرتديا بدلة رسمية. أرفق آل الشيخ الصورة بتعليق: مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وإن شاء الله نشوف شيء مميز لعملاء البنك في موسم الرياض. وأردف ممازحا: ما أحب أتصور مع أحد أطول مني كده، بس مضطر عشان الموسم. وحظيت التغريدة التي نشرها آل الشيخ بملايين المشاهدات وآلاف التعليقات الداعمة. ووجه الفنان وليد توفيق الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية نظرا لإقامة الأخير العديد من حفلات التكريم لكثير من المطربين. وقال وليد توفيق في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في نقابة المهن الموسيقية أن المستشار تركي آل الشيخ الوحيد اللي يقدر ويقدر جيله متابعا، محدش حاسس بجيلنا غير السعودية أبو نصر، كرم جورج وسوف وغيره. اسمحوا لي أشكره، يقولوا اللي يقولوا مش فارقة معنا. كما أعرب الفنان وليد توفيق عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة الوفاء من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك تقديرا لمشواره الفني الكبير، إذ أكد أنه حصل على مجموعة من التكريمات في العديد من المناسبات والمهرجانات، ولكن تكريمه من نقابة المهن الموسيقية المصرية له طعم خاص، موضحا سعيد بتكريمي من نقابة المهن الموسيقية بوجود نقيب العرب الفنان مصطفى كامل.